السلام عليكم ورحمة الله متابعيني على قناتي صيانة معدات المخابز. اليوم حبيت أشارككم. عندنا عطل خفيف كده في بيرنر اللي هو حراق غاز. أنا عامل تجربة دحين عن طريق الاسطوانة، وهذا منظم وهذا حراق. طيب الحراق ده بيشتغل 3 4 5 ثواني ويفصل، 3 4 5 ثواني، ثاني مرة اشتغل 3 4 5 ثواني. خلينا نشوف المشكلة مباشرة ونرجع نتكلم كيف نحاول نحلها. خليكم معنا. الآن نشغل الكهرباء. هذه اللمبة الصفراء لازم تكون مولعة. اللمبة الصفراء هذه لما نوصل الغاز نوصل الهواء لازم تكون اللمبة شغالة. زي ما شايفين اشتغل مع الغاز واصل مظبوط، شوف ضغط الغاز مظبوط، وهنا كمان بالملي بار، هذا بالملي بار، الخروج بالملي بار مظبوط برضو. عندنا هنا كمان الحساس حق الغاز، شوف مظبوط على ال5. ان شاء الله يكون الصورة واضحة، التصوير يكون واضح. عايز اخلي التصوير يكون واضح. طيب ان شاء الله يكون واضح معاكم، ان شاء الله يكون واضح معاكم. ما عارف. ايوه شوف هنا على ال5 اللي بعد شوف السهم على ال5 عندك من 5 و10 و20 30 و40 تطلع. دائما يكون على ال5. هذا حق السيستم، حق الحساس حق الغاز. لما ما في غاز ما بيفتح معك السنسر ده عشان يشتغل معك الحراق. عندنا كمان برضو من الاسباب نشيك اول شيء على شوف هذا الجهاز الحساس هنا برضو، هذا برضو بالملي بار، بالملي بار. شوف هذه الصورة واضحة معاكم. لازم برضو يكون على ال5، على ال1 هنا يكون هذا يكون هنا على ال1 ملي بار. شوف موجود معك السهم هنا.